موضوع الثاني طبعا نادي الزمالك فيما يتعلق بالغرامات المالية الموقعة عليه، وهو مش ناقص الحقيقة. الكاس كانت قد أصدرت قرارا برفض استئناف نادي الزمالك للغرامة الموقعة على النادي الخاصة بانتقال شيكابالا. كلنا عارفين قصة شيكابالا مع سبورتنج لشبونة والحكاية والرواية، وفي النهاية حدث ما حدث، وكان هناك حكم طبعا خاص بنادي سبورتنج لشبونة لصالحه، يعني بشأن اللاعب شيكابالا. الغرامة دي كانت في طبعا 27 أغسطس 2015. يعني الكلام ده من امتى؟ من 8 سنين. لازم نبقى فاهمين يا جماعة، وانا قلت قبل كده الحق لا يضيع، الحق لا يضيع، فلازم تبقوا واخدين بالكم من الكلام ده كله. فضلوا في استئنافات وحكايات وروايات. في 2015 كان المبلغ 510 ألف دولار. النهاردة المبلغ بقى 1,449,000 دولار و380، يعني 1.5 مليون دولار تقريبا. يعني الرقم تضاعف الضعف. هل ده يا جماعة؟ وخلي بالك بقى، الكاس ألزم نادي الزمالك بمهلة 30 يوم من تاريخ تسلمه الإخطار رسميا.